وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكس نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. مفاجآت في لائحة الركراكي لتصفيات كأس العالم 2026. كشف الناخب الوطني للمنتخب المغربي وليد الركراكي اليوم الجمعة عن لائحة اللاعبين الذين سيخوضون مباراتي التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ضد النيجر وتنزانيا. وجاءت اللائحة التي تضم 26 لاعبا محملة بمفاجآت كبيرة، أبرزها استبعاد نجوم بارزين مثل حكيم زياش وسفيان بوفال ورومان سايس، بالإضافة إلى استدعاء وجوه جديدة وأخرى عائدة بعد غياب. مفاجآت الاستبعاد: شهدت لائحة الركراكي غيابا لافتا لأسماء كانت تعتبر ركائز أساسية في تشكيلة المنتخب المغربي خلال السنوات الماضية. أبرز هذه الأسماء هو حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي الذي ظل غائبا عن المنتخب لفترة طويلة بسبب خلافات مع الجهاز الفني. كما غاب أيضا سفيان بوفال لاعب أنجيه الفرنسي، ورومان سايس مدافع وست هام يونايتد الذي لا يزال يتعافى من الإصابة. عودة أسماء بارزة من ناحية أخرى: شهدت اللائحة عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المنتخب لفترات متفاوتة، أبرزهم حمزة إيجمان لاعب أضنة دميرسبور التركي، وجواد الياميق مدافع ميدز الفرنسي، وأمين عدلي مهاجم ستراسبورغ. هذه العودة تعكس محاولة الركراكي إعادة توازن الفريق بعد غياب بعض الأسماء الأساسية. وجوه جديدة، كما ضمت اللائحة استدعاءات جديدة، أبرزها الظهير الأيمن عمر الهلالي لاعب إسبانيول برشلونة الذي يحصل على أول دعوة له للمنتخب الأول. بالإضافة إلى ذلك تم استدعاء بلال نادر نجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، وشمس الدين الطالبي مهاجم كلوب بروج البلجيكي الذي حل محل أيوب الكعبي المصاب. تمثيل محدود للدوري المغربي: من الملاحظ أن اللائحة شهدت تمثيلا محدودا للاعبي الدوري المغربي، حيث اقتصرت على الحارس المهدي بن عبيد والمدافع جمال حركاس الثنائي القادم من نادي الوداد البيضاوي. هذا القرار يعكس توجه الركراكي للاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين المحترفين في أوروبا. تشكيلة المنتخب المغربي: حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بن عبيد خط الدفاع، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عبد القادر عبقار، جمال حركاس، نايف أكرد، جواد الياميق، عمر الهلالي، آدم أزنو خط الوسط، بلال الخنوس، إسماعيل الصيباري، سفيان أمرابط، أسامة ترغالين، عز الدين أوناحي، بلال نادر خط الهجوم، إبراهيم دياز، شمس الدين الطالبي، حمزة إيجامان، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بن صغير، أسامة الصحراوي، أمين عدلي. خاتمة تأتي هذه اللائحة في إطار استعدادات المنتخب المغربي لمواجهتي النيجر وتنزانيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام على أرضية الملعب الشرفي بوجدة. قرارات الركراكي أثارت جدلا بين الجماهير المغربية، خاصة مع استبعاد أسماء كبيرة واستدعاء وجوه جديدة، مما يضع المنتخب أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على تحقيق النتائج المرجوة في غياب بعض نجومه التاريخيين. كلمة ختام نشرتنا لهذا اليوم: شكرا لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.